أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع شكل السياسة العالمية لقرابة قرن من الزمان. بنتكلم طبعا عن الأسلحة النووية. طيب، عشان نستوعب حجم الموضوع ده خلونا نبدأ بحقيقة بصراحة صادمة جدا. تخيلوا إن سلاح نووي واحد، مجرد واحد، قادر يطلق طاقة أكبر من كل الأسلحة التقليدية اللي استخدمت في كل الحروب اللي عارفها التاريخ كلها. طيب عشان نفهم ليه الأسلحة دي موجودة أصلا، لازم الأول نحاول نستوعب القوة الجبارة بتاعتها. قوة صعب جدا على العقل البشري إنه يتخيلها. تمام. طيب إزاي الحاجات دي بتشتغل؟ القصة كلها بتتلخص في نوعين مختلفين من التفاعلات النووية. عندنا ناحيتين، من ناحية في القنابل الانشطارية اللي هي القنابل الذرية، دي بتشتغل عن طريق شطر أو تكسير أنوية ذرات تقيلة زي اليورانيوم. ومن الناحية التانية في قنابل الاندماج أو القنابل الهيدروجينية، ودي بقى العكس تماما، بتدمج أنوية ذرات خفيفة مع بعضها، والمفاجأة هنا إنها بتطلع طاقة أكبر بآلاف المرات. عشان الصورة توضح أكتر، القنبلة اللي ألقيت على هيروشيما كانت قوتها حوالي 18 كيلو طن. خلوا الرقم ده في بالكم. تمام. دلوقتي نقارن الرقم ده بأكبر قنبلة تم اختبارها في التاريخ، قنبلة القيصر الروسية. قوتها وصلت ل 58 ميجا طن. عارفين ده يعني إيه؟ يعني أقوى من قنبلة هيروشيما بأكتر من 3000 مرة. الرقم مرعب. وهنا يجي السؤال المهم، بما إن الأسلحة دي بالخطورة والقوة دي كلها، ليه أصلاً الدول بتسعى إنها تمتلكها؟ إيه المنطق ورا ده؟ الإجابة كلها بتتلخص في استراتيجية سيطرت على القرن العشرين: الردع النووي. الفكرة ببساطة شديدة هي إن مفيش دولة هتفكر تهاجم دولة تانية نووياً لأنها عارفة كويس قوي إن الرد هيكون هجوم نووي تاني ساحق ومدمر. يعني من الآخر تكلفة العدوان هتكون أكبر من أي مكسب ممكن. والمنطق ده على فكرة بينسب ليه الفضل إنه منع حرب عالمية ثالثة بين القوى العظمى طول فترة الحرب الباردة. يعني بنتكلم في أكتر من 50 سنة من السلام الهش ده. بس طبعا العيش تحت تهديد مستمر زي ده مش حاجة سهلة، وده اللي خلى العالم كله يحاول يلاقي طريقة يسيطر بيها على الخطر ده. فبدأنا نشوف نظام كامل من القواعد والمعاهدات. وعلى مر السنين اتكونت شبكة معقدة من المعاهدات الدولية. الموضوع بدأ سنة 1963 بمعاهدة حظرت التجارب في الغلاف الجوي والفضاء، وبعدها في 1968 جت معاهدة عدم الانتشار، ودي كان هدفها تمنع دول جديدة إنها تمتلك السلاح النووي. ووصلنا لسنة 1996 بمحاولة لحظر كل التفجيرات النووية على كوكب الأرض. لكن هل المعاهدات دي مثالية؟ لا طبعا، فيه انتقادات كتير ليها. أهمها إنها عملت نظام من طبقتين، يعني الدول الخمسة كبار من حقهم يحتفظوا بأسلحتهم، لكن ممنوع على أي حد تاني يطورها. وده بيخلي ناس كتير تشوف إن في ازدواجية معايير. والأهم من كل ده إن الهدف النهائي اللي هو نزع السلاح النووي تماماً من العالم لسه متحققش. طيب إيه اللي ممكن يحصل لو كل ده فشل؟ لو منطق الردع نفسه انهار والمعاهدات دي بقت حبر على ورقة؟ العواقب هنا أكبر بكتير من مجرد انفجار. الانفجار نفسه هيكون مجرد البداية لمصيبة أكبر. العلماء بيحذرون من تأثير جانبي، تأثير ممكن تكون عواقبه على الكوكب كله أسوأ من الانفجارات نفسها، بيسموه الشتاب النووي. لا، دي مش قصة من فيلم خيال علمي، دي توقعات علمية لسلسلة من الأحداث. الانفجارات بتولع حرائق ضخمة في المدن. الحرائق دي بتعمل عواصف نارية بترفع كميات مهولة من الدخان الأسود لطبقات الجو العليا. الدخان ده بيعمل سحابة ضخمة بتلف الكوكب كله وتحجب نور الشمس. النتيجة انخفاض مفاجئ ومرعب في درجات الحرارة على مستوى العالم كله. طيب ده معناه إيه على أرض الواقع؟ معناه إن مواسم الزراعة في مناطق كتيرة من العالم ممكن تتقلص بنسبة توصل ل 90%. تخيلوا الرقم. ولما الزراعة تنهار بالشكل ده، النتيجة النهائية هتكون حاجة واحدة واضحة ومباشرة: مجاعة عالمية. وهنا بنوصل للسؤال الأخير، السؤال المقلق فعلا: هل ممكن يكون النظام اللي اتعمل أصلا عشان يمنع أكبر حرب في التاريخ هو نفسه اللي ممكن يتسبب في نهاية العالم زي ما بنعرفه؟